عمرك كنت متضايق ورحت لحد تفضفض له، وبعد ما قعدت تحكي وتتكلم راح رد عليك رد خلاك ندمت انك فكرت تحكي له حاجة؟ طب جربت مرة تكون بتمر بظرف صعب وتخيلت ان اقرب حد ليك هيكون سندك ويقف جنبك او على الاقل هيواسيك، لكن بدل ما يخفف عنك يزود وجعك اكتر؟ حصلت. لما يكون حد قريب منك، ابنك، بنتك، صديقك المقرب، او اي حد انت بتهتم لامره، او اي حد المفروض تكون بتهتم لامره، وجاي يحكي لك على حاجة، مثلا حاجة بيمر بيها او حصلت له حاجة وانت بتحاول تقف جنبه، ارجوك وانت بتتكلم معاه ابعد عن الاربع حاجات دول. اول حاجة، ما تستعملش اي فعل ماضي. بمعنى، ما يجيلكش واحد مثلا عمل حاجة غلط وبسبب اللي عمله ده هو حصل له مشكلة كبيرة وبيعاني منها، ما تجيش تقول له بقى ما هو انت اصلك غلطان، ما كانش ينفع تعمل كده. فهو شايف ما كانش دي، شايف كان الماضي دي، ما تقولهاش. اصلا هقولك على حاجة، تخيل معايا كده واحد ركب عربيته وطلع على الشارع وساق بسرعة 220، دخل في سور وعمل حادثة والعربية اتدغدغت ولا ولعت وهو نفسه اتدغدغ، خسر عربيته وفلوس وصحته. تقوم انت بقى رايح له المستشفى تقول له يعني برضو حد يعمل كده؟ ما كانش ينفع. ايه ده؟ انت بتقول له ايه؟ ده معلش، يعني انت لو عايز تقول له حكم الدنيا كلها عشان يعني توعظه كده، فما فيش عظة اكتر من اللي هو فيه دلوقتي. يا باشا، ده واخد الدرس عملي، مش محتاج منك اي كلام، ده ممكن هو يدي دروس بعد كده في الموضوع ده. فانا مش فاهم، يعني انت جاي تندمه مثلا، يعني جاي تحصره زيادة؟ او زي مثلا لما تكون نصحت حد بحاجة قبل ما يعملها وقلت له بلاش وما تعملش كده ومش عارف ايه، بس هو برضو راح عملها، ونتيجة ان هو عملها يا سيدي اتبهدل ويعني دخل في حوارات قد كده. تقوم انت بقى جاي تقول له ما انا قلت لك ما سمعتش كلامي، ما انا قلت لك، ما انا نصحتك، ما انا قلت لك. ايه ده؟ ايه ده؟ إيه؟ اسكت، لا بجد اسكت، انت فرحان فيه ولا ايه؟ هتقول لي لا لا لا، ده انا زعلان عليه. لا يا باشا، لا، انت فيك حتة كده يعني ساتسفايد، فيك حتة كده انت اشبعتها ان يعني كلامك طلع صح، وان هو علشان ما سمعش كلامك فاتضر، مع ان يا سيدي عارف ان ممكن تكون فعلا بتحبه وزعلان عليه وكل الكلام ده، بس فيك حتة كده يعني مش هقول مبسوطة، بس يعني ساتسفايد، تم ارضائها، وهي انك انت طلعت صح وعقلك ذري وبتحلل الامور مية مية فظيع، انت فظيع. طب معلش، ممكن تخليك في خيبتك؟ انا اسف والله، ما تفهمني يعني، يعني اعذرني يعني، بس ممكن تخليك في حالك، حياتك انت بقى اللي ماشيه مسطره وقراراتك كلها سديده يا واد انت. ها؟ انت واخد بالك ان انت اتحولت؟ مش ان انت بس عايز تديله درس في اللي هو عمله، لا، انت بتديله درس في انه يسمع كلامك بعد كده. فظيع انت. فلا، ما تعملش كده. ما دام هو اساسا عايش نتيجه اللي عمله، خلاص اقف معاه في دلوقتي، قول له يلا بينا انا معاك في اللي جاي، حسسه ان الدنيا ما خلصتش في اللي حصل، حسسه ان في امل في اللي لسه هيحصل. فارجوك، اتفقنا بقى ماضي لا. تاني حاجة بقى، ما تقولش بديهيات، بالله عليك، ما ترصش كلام هو عارفه وحافظه وسمعه 1000 مرة. طب اقول لك على حاجة، حتى لو ده الصح ما توديهوش لي مرة واحدة. يعني مثلا ما يجيلكش واحد وصل بيه اليأس انه عايز ينتحر، او يمكن بالفعل حاول ينتحر، وبالمناسبة ده اكتر حد لازم كلامك معاه يبقى بتفكير وحساسية قوي. فما ينفعش اول حاجة تقولها له في وشه كده استغفر الله العظيم ده حرام. لا يا شيخ، ما كانش يعرفها دي. عايز اقولك بقى حاجة بالمناسبة، هو اي حاجة هتقولها بعد الجملة دي هو مش سامعها، هو خلاص هو عمل لك بلوك كده في الحياة، مهما كان اللي هتقوله بعد كده حتى لو صح وفي مصلحته ومش عارف ايه، هو خلاص مش قابل منك اي كلام. فما ينفعش ابدا يجيلك واحد مكتئب او متضايق وتقوم قايل له ده اللي انت فيه ده كله عشان انت بعيد عن ربنا. طب شوف، مع ان اللي انت قلته ده ممكن يكون صح، بس انت عارف دي وصلت له ازاي؟ وصلت له ان انت بتقول له انت مش بس حياتك بأسة ودنيتك صعبة، لا ده انت كمان ربنا مش راضي عنك واخرتك سودة.
انت متخيل بقى؟ فلا، ما تعملش كده. خليك لين معاه، او زي ما بيقولوا كده خليك على الهادي. حتى لو انت من باب خوفك عليه عايز تنصحه انه يقرب من ربنا، ما تقولهالوش كده، ما تقولهالوش بالطريقة دي. ونصيحة بقى وركز فيها، ما تقولهالوش اول حاجة، لا، حسسه الاول ان انت حاسس بيه، ان انت مقدر وجعه، ان انت بتفكر معاه. واحدة واحدة وصله اللي انت عايز تقوله له. هو حتى هتلاقيه قابل انه يسمع منك، هو حتى نفسيا هيبقى متجاوب معاك، مش مقفول منك. فخلي بالك من دي. تالت حاجة بقى، ما تقسش على نفسك، ما تاخدش نفسك مقياس. بمعنى ما يجيلكش واحد متضايق من حاجة وانت عشان الحاجة دي بالنسبة لك ما تضايقش فتسخف من ألمه او تقلل من مشاعره. لا، يعرف كويس ان كل واحد وليه طاقة، كل واحد وليه قدرة على التحمل غير التاني. فما تجيش تقول له يا لهوي، ده يا جدع الواحد شاف اكتر من كده بكتير بس ما عملش اللي انت عملته ده، ولا قال اللي انت قلته ده. لا، مش مشكلتي انا ان حضرتك جريندايزر، ربنا يزيدك يا عم، بس انت ما تعرفش تأثير اللي حصل ده على اللي قدامك ازاي، او ما تعرفش الحاجة اللي الحد ده خسرها كانت بالنسبة له ايه. فيعني خلي عندك كده، ها، خلي عندك. الحاجة الأخيرة بقى واللي منتشرة شوية، لما حد يجي يحكي لك حاجة حصلت له فتقوم انت معلي عليه. يجي يقول لك انا خبطتني عربية، تقوم قايل له انا داس على وشي قطر. جدع ياض كده، ما تسكتلوش ياض. او واحدة تيجي تقول لك انا جوزي طلقني، تقوم انت قايل لها طب انا جوزي حطني في مدفع وطلقني، عشان ما تبقاش طلقة زيها. لا، انا اكتر literally يعني اطلقني. ها، لا، ما هي مش مسابقة هي. وده برضو ليه علاقة برقم 3 شوية، المثل اللي فات، اللي هو انك بتقلل من مشكلة اللي قدامك، او يعني عايز تقول له يا عم لا ده في اصعب من كده. لا، ما تعملش كده. روح المنافسة اللي جواك دي مش في مكانها خالص دلوقتي. طيب لو انت يا سيدي اصلا ما عندكش طاقة وفيك اللي مكفيك ومش قادر ولا تواسي حد ولا تقف جنب حد ولا الكلام ده خالص، حقك. كلنا بيعدي علينا اوقات بنبقى مش قادرين نسمع مشاكل حد، بنبقى زيرو طاقة، صفر. في الحالة دي اسكت او اختفي. ولو حد يعني انت لازم تقف جنبه او حد معاك في نفس المكان، اعمل اقل حاجة. عارف معلش، معلش، عارف معلش دي اللي بتعصب لو حياتي بقت احسن بكتير. هي دي معلش، قول له معلش، قولها له اهون كلمتين. قول له معلش، ما تضايقش نفسك، انا جنبك وشكرا على كده. ولو في مجال تطبطب عليه او تحضنه بس اعمل كده وشكرا. المهم ما تبقاش اي حد من اللي فاتوا دول. ما تندمش حد انه جه حكالك حاجة. ما تكسرش بخاطر حد. اكتر حاجة بتزود الضيق على واحد لما يحس انه لوحده، مفيش حد عارف يتكلم معاه، مفيش حد يقوله اللي جواه براحته. فلما يجي يتكلم معاك او انت تروح تكلمه يعني بنية انك عايز تبقى جنبه، ما تزودش عليه. وصله انك حاسس بيه، حسسه انك جنبه، حسسه انك بتفكر معاه في اللي هو فيه. غير كده اسكت احسن. وبس. اتمنى تكون الحلقة عجبتكم. مستني رسائلكم وتعليقاتكم. وتقدروا تسمعوا بودكاست زي توك على سبوتيفاي، انغامي، ديزر، ابل بودكاست، جوجل بودكاست وكاست بوكس. شكرا لكم. سلام.